دازو الأيام وتقربت مني شيماء بزاف، ولات ملي كيكون عندها الفلوس ولا صيفطات ليها ماماها ولا شي حاجة ضروري كتدور معايا، كتقولي أنا عارفة حتى واحد ما كيصيفط لك، هاكي هادي خليها عندك. ولا مثلا ولات تشجعني نهتم براسي، كتقول لي مالك صاحبتي ديها في حالتك وديها في راسك وديني معاها للصالون. بعض المرات كتشري شي لبسة وتجيبها ليا تقول لي حكا قيستها وما جاتش قديها كي لبسيها. يعني بدات كتهتم بيا وكتروم ليا بزاف وانا فرحني هادشي. وغيتا ديما كتحضرني منها. واحد النهار وقيلا سمعتنا شيماء، وانا كانت اي حاجه كتقول لي غيتا كتقول لي الا قالت لك شي حاجه ولا داتك مع شي بلاصه قوليها ليا. وفعلا كنت كنبقى نعاود ليها. يمكن سمعتنا وداك النهار غيتا خرجات وشيماء جات لعندي، دقات ودخلت عندي وهي تبدا تبكي. قلت لها مالكي؟ قالت لي عارفك باقا هزه في قلبك من جيتي وغيتا كتحرشك عليا ما كتحملنيش ماني شنو درت ليها، وانا والله الا زعما ندمت على داكشي اللي كنت كندير لك وراه ما كانش عندي العقل ودابا عاد بديت كنعرف وانتي راكي اختي وعزيزه عليا وماما ديما والله الا ماما كتوصيني عليك كتقول لي تهلاي في امال. قلت لها مالك حمقى راك انتي بنت عمي واختي، غيتا واخا تقول لي اللي قالت لي. قالت لي بصح. قلت لها قالت لي وانا غنعرفك اي حاجه قلتها لك ما تبقيش تعاودي ليها. قلت لها لا علاش غنعاود لها؟ قالت لي سمعتك كتعاودي لها وداكشي اللي بقى فيا الحال. خرجت انا وياك انا ديتك للصالون حيت انا مشيت نصايب وقلت انتي تمشي تصايبي وتهتمي براسك وانتي قلتي لها رداتني معاها للصالون. قلت لها ما فيها حتى شي حاجه. قالت لي لا، اي بلاصه مشينا ليها واي هضره قلت لها لك ما تعاوديهاش ليها. قلت لها صافي كوني هانيه وبقي على راحتك، انتي بنت عمي واختي وبيننا علاقه كبيره، لا علاقه تاع الدم، هي صاحبتي وعزيزه عليا، ولكن انتي راه قيمتك اكثر منها. قالت لي بصح. قلت لها صافي. دازت الايام، دازوا شهورا، دوزنا الدورة الأولى ونجحت. دخلت المواد كاملين الحمد لله، لأنني كنت كنهتم بقرايتي، ما عندي حتى شي حاجة أخرى من غيرها. غيتا مسكينة دائما ملي كتخلص ولا شي حاجة كتفرحني وتجيب لي أي حاجة. الله يجعلني غا تسمعني نطقتها كتجيبها، الصراحة نعمة الصديقة. واحد النهار وأنا نسول شيماء، قلت لها شيماء كيفاش كيجيك محمد خويا راه باغي يتزوج بيك، راه كنشوفو كيبغيك. وهي تضحك. قلت لها علاش ضحكتي؟ قالت لي انا نتزوج بيه ماشي من الستيل ديالي. قلت لها كيفاش؟ قالت لي معقد. وانا نقول لها اختي على راحتك. وهي تقلب السؤال ليا، قالت لي وانت كيجيك والد خويا؟ قلت لها شنقول لك؟ ضيف والله يسهل عليه. قالت لي لا، زعما الا بغى يتزوج بيك. وانا قلت لها اي هذا كاع زهر عندي، ولكن اختي الا بغى يتزوج بيا بصح نقبل عليه، مالو راجل كامل مكمول ومزيان، لأنا بغيت الراجل غير اللي يعاملني زوين، ومادام هو غادي يعاملني زوين نقبل عليه. صافي سكتنا. دازت المدة حتى لواحد النهار ولات كتهضر حتى هي مع غيتا وصالحتهم. يعني قلت لغيتا صافي ما تبقيش ديري معاها على قبلي. قالت لي غيتا على وجهك. صافي ولينا كنجلسوا مجموعين. واحد النهار عيط والد خوها، عيط لها في الواتساب. غيتا كانت جالسه حدانا، سولها عليا قال لها كي دايره امال بنت عمي؟ قالت لي بخير. دورت لي الكاميرا وشفتو سلمت عليه. انا كنحترمه، هي واخا سولتني هذاك السؤال ديك المره ولكن انا كنحترمه وعزيز عليا لان بصح انسان طيب بزاف. غيتا كانت جالسه حدانا. منين شافتو غيتا دازت المده وهي تسولني، قالت لي وشكون هذا؟ قلت لها راه ولد عمي الكبير راه عايش في الخارج واشنو وراه الله يعمرها دار ومهلي في شيماء ومهلي في مو، زعما راه انسان طيب. وهي تقول لي الله يا اختي حمقني. صافي بقينا كنضحكوا. قلت لها واش هذا حب من اول نظره؟ قالت لي تقدر. قالت لي شفتو حمقني، ولكن انا كنت عارفه ولد عمي ما غاديش يشوف غيتا. علاش؟ لان غيتا ما كانتش دايره الفولار،
كدير الماكياج، هو من داك النوع. وحنا منطقة الشرق يعني عندنا واحد واحد الموقف، يعني خاص البنت تكون كتلبس محتشم وكتلبس بزاف د الحوايج. وانا نقولها ليها، قلت لها غيتا اختي غنجيك نيشان، الا بغيتي والد ولد عمي خصك تبدلي تغيري اسلوبك. قالت لي كيفاش؟ قلت لها خصك تغيري طريقه لبسك، تغيري بزاف د الحوايج. وهي بدات تضحك، قالت لي هذا عنده شروط. قلت لها هو بصح حنين وهذا، ولكن في هذه المواقف راه غيكون صارم. وقالت لي يكون خير. صافي دازت، ولا كيعيط هو لشيماء ملي كتكون غيتا كتبقى دير شي تصرفات وشي حاجه عرفتها، راه السيده ولات باغاه. هو واحد النهار شافها في الكاميرا، منين شافها ويقول لغيتا ويقول لشيماء شكون هذيك؟ قالت راه واحد البنت ساكنه معانا، انا سمعته. ويقول لها عندها كي تكوني كتخرجي معاها بهذا المفهوم. قالت له لا خويا ما كنخرجش معاها. قال لها المهم انا غير قلت لك، لان كانت يلاه جايه داخله من الخدمه وجايه لابسه، وهي لبسها بصح م- حريه شخصيه. المهم هي لبسها ما كتلبسش بحالنا طويل ومحترم وداكشي، كتلبس شويه القصير ومهليه في راسها بالميكاب، مهليه في راسها بكلشي، يعني مهتمه براسها فوق القياس. وبنت عمي واخا راه ملي ولينا ساكنين بوحدنا، راه بعض المرات كتخرج بلا فولار، ولكن الباقي لبسها طويل. غا هي قدام دارهم ما كتبينش راسها، راه كتخرج بلا فولار. صافي وهي تقولها ليا هي شيماء، قالت لي راه شنو قال لي والد وشنو قال لي. قلت لها علاش؟ حشومه عليه، الانسان ديما كيحكموا عليه بالمظاهر. وقالت لي اختي هو اللي راجل وعارف، الله اعلم. المهم انا غا قلت لك باش تنتيا ما تبقيش تجلسي وتهضري معاها بزاف. شوفي غا خويا شافها غير مره وشنو قال، وشافها غير في الكاميرا. قلت لها صافي سكتي، دابا تدخل الدريه وتسمعنا، وحشومه نهضروا فيها بحال هكا. فعلا غا حنا سكتنا وهي دخلات وتهضر، وبقينا جالسين كنهضروا وهي ترميها ليها شيماء بنت عمي في وجهها. قالت لها عرفتي وليد خويا شافك وقال لي عندك شي نهار تخرجي مع هذيك السيده. حسيت بالدريه تقرصات. قالت لها ماني اختي، اش كندير اللي ما تخرجيش معايا؟ ايوا قالت لها الله اعلم، هو راه كيعرف بنادم غير من شوفات العين. وانا كنغمز فيها وكنقول لها اسكتي اسكتي. كتقول لي لا انا صريحه، اللي في قلبي على لساني، والله ما نقولها ليها نيشان شرح ملح ولا نبقى نافقها. وانا ندور فيها قلت لها شيماء راه الصراحه بعض المرات راه ماشي صراحه في كل شيء، هذه راه كتسمى توصل الهضره، يعني ما خصكش تقولي لها. قلت لي لا اختي انا كنسمع هضره خويا حبيبي، خويا اللي هازني وخويا اللي بزاف د الحوايج، وحتى انتي انا كنقولها لك قدامها، مادام انتي باغاه يتزوج بيك ما خصكش تبقاي تخرجي معاها ولا غنوصلها ليه. وانا نسكت وانا نشوف فيها قلت لها اش من باغا يتزوج بيا؟ قالت لي مالكي ما سولتكش ديك النهار قلتي لي ما كرهتوش يتزوج؟ قلت لها انا، قالت لي اييه ولا ها هو الاوديو باقي عندي. بقيت غير كنشوف غيتا بقات كتشوف فيا وهي تقول لينا سمحوا لي نتوما عائله بعضياتكم، خليكم تفكوا مشاكلكم بوحدكم. وناضت مشات لبيتها، وبقيت انا وشيماء وقلت لها ماشي حشومه عليك كتقولي هكاك، وانا قلت لك بحال هكا. قالت لي لا المهم المغزى واحد، يعني انت عينك فيه. قلت لها علاش الشيطان واش عيني فيه؟ واش انا كاع حمقه لهاد الدرجه نكون انا عيني في ولد عمي قاعد قلت الاحترام فيا؟ ايوا قالت لي المهم مادام منين سولتك وقلتي لي علاش لا. قلت لها انا سؤال قد جاوبتك على قد السؤال، قلتي لي لا جا خطبك شنو غديري، يعني ماشي عيني فيه. وحسيت بغيتها تقلقات لان غيتا لمحات ليا بانها بغاتو. خليتها دخلت شيماء لبيتها ومشيت عند غيتا، دخلت عندها لقيتها يلا غتنعس. قلت لها غتنعسي؟ قالت لي جاوبتني ومطيحه عينها. قلت لها مالك يا غيتا؟ قالت لي لا والو. قلت لها لا غير قولي مالك، راه كنعرفك، يا قلتي انا اختك وتعاودي معايا. وقالت لي واقيلا خصني نرد البال لتصرفاتي ونرد البال لمعاملتي. تما عرفت راه تقلقات.
قلت لها شوفي غيتا، انا راه ربي اللي عالم، وربي اللي كيعرف معزتك عندي، والهضره اللي قالت شيماء قبيله راه غا بغات توقع بيني وبينك. قلت له فوق هادشي هو خوها بصح قال لي هالهضره عليها، ولكن انا اختي انا قلت لها انا انتي بالعكس صاحبتي، واش انا عمرني قلت لك شي حاجه؟ غير هو قلت لها راه بصح حنا عندنا هذيك القضيه ديال ان البنت هما كيحكموا من المظهر. البنت اللي كتكون متبرجه وتلبس وهذا راه كياخذوا عليها نظره خايبه، ماشي غا وليد ولد عمي، راه خوتي وامي واي واحد. قالت لي هكذاك؟ قلت لها قلت لها حيت هما عندهم غير المظهر. قالت لي وا بنتهم نهار كامل وهي خارجه ما كتدخلش حتى لافاك. قالت لي في اخبارك اخبارها كلها كتوصلني، لان عندي بنات ودراري كنعرفهم كيقراو معكم في نفس لافاك. وانا نقول لها اختي دبر راسها، المهم انا ماشي شغلي فيها. ايوا قالت لي والهضره اللي قالت انت باغا تزوجي بوالد؟ قلت لها والله اختي ما باغا لا نتزوج لا والو، انا دابا كنفكر غا في قرايتي، هادشي اللي كنفكر. قلت له زيدون ولد عمي، والله اختي قلت لها كنعتبرو بحال خويا، ما كنفكرش فيه نهائيا. هذيك راه قلت لها راه كنت كنسولها لان هي كيبغيها محمد خويا وما كتعبروش، ومنين سولتها قالت لي خوك معقد وما ما عندي ما ندير بيه وهادي. قلت لها ولكن في الاخير هي سولتني داك السؤال، قلت لها قالت لي ولا جا خطبك خويا وليد اش غديري؟ قلت لها نقبل به لانه هو درويش ماشي بحال خوه، راه هما اصلا كيقولوا لي غنخطبوني لخوه، وخوه قبيح كتار من محمد خويا، يعني لا خلاها مولاها غنحيد من حبس ونمشي لحبس اخر. قالت لي صافي ماشي مشكل. قلت لها شوفي غيتا والله ما بيني وبين والد شي حاجه، ما بغيتكش تقلقي عليا وانا راه ما نغدركش، والله ما نقول شي كلمه. صافي قالت لي صافي ما تديش عليا، راه انا ملي كنتقلق صافي كنحاول نشد تيقاري. قلت لها تشدي تيقارك مني؟ اي قلتي لي انا اختك. صافي تصالحنا داك الليله، مشيت بحالي نعس، خليتها حتى هي تنعس لان جايه عيانه. صافي وبقات العلاقه بحال هكاك، بقينا غاديين، دازت المده، سالينا الدوره الاولى الحمد لله، دخلت المواد كاملين، ربي ما خيبنيش. شيماء ما دخلتش المواد كاملين، تقريبا نص ديالهم ما دخلاتهمش. ايوا منين ساقت مرت عمي الخبار، بقات كتخاصم عليها وقالت لها ما الامل متابعه لقرايتها وانتي لا، وبدات بالهضره عليها وداكشي. صافي قالت لها عافاك ماما ما تقوليهاش لبابا ولا قلتيها ليه راه ما غاديش يخليني نكمل. قالت لها هاد المره انا غنستر عليك، ولكن المره الجايه ما نعقلش عليك. وهي تبقى مسكينه مرت عمي قالت لي شوفي الله يعطيك الرضا ردي ليها البال، ولا ما فهمات شي حاجه بقيت شرحي ليها، وراني كنصيفط لها الفلوس تخبع على باها ودير الكور ودير بزاف د الحوايج. قلت لها صافي خالتي كوني هانيه، حيت كنا ديك الساعه مشينا للدار. ايوا وبقات مسكينه وقالت هبطات عند ملي هبطات عند امي وقالت لها خصك تفرحي بامال، ودخلت المواد كاملين وزعما راه تبارك الله عليها. صحاب امي داتها فيا ولا فرحات ولا. ايوا قالت لها امي غير كتشوف فيا وكتقول لي شي حاجه مبدله فيك، شي حاجه مبدله فيك، وانا كنشوف فيها وكتسكت لان بصح وليت كنهتم بوجهي. ومسكينه غيتا اي كريمات كتشريهم كتجيبهم ليا انا، وبان ليا النور في وجهي، بانوا الملامح ديالي ماشي بحال اللي كنت. انا اللبس ملي كنجي لدارنا راه كنلبس داك اللبس اللي كنت كنلبس في دارنا. يعني الا شافوني عندي الحوايج مثلا شيماء شحال من خطره شرات وعطاتني، وغيتا حتى هي الله يكثر خيرها كتكونوا خارجين مجموعين ولا شي حاجه كتعطيني الفلوس وكتقول لي شري، كتقول لي هاد البنت فيك شي حاجه مبدله فيك شي حاجه. قلت لها والو ما فيا والو. ما كملتش هضرتي وهي تصلاي معايا قالت لي ها هي اول حاجه كتجاوبي معايا في الهضره. ومرت عمي وتقول لي والله الا وافقاتك المدينه فين ساكنين من الاحسن والله يسهل عليك بشي واحد اللي يكون تما وسكني تما حسن ليك. انا على نيتي قلت لها امين. امي سمعتها قالت ليها ايوا هانتي كتحلي ليها العينين. قالت لها مالها قد ما قعدات غتقرا وتخدم ان شاء الله ويسهل عليها الله في ولد الناس. تقول لها تخدم
اش من خدمه، حنا دخلها تقرا با على قبل حيت راجلك طلبو، وانا عرفتك انتي اللي قلتيها ليه، ولكن الخدمه عمرها ما تحلم بيها. صافي شت راسي غادي تبدا تحبطني امي تاني وتصرفيقه خديتها قدام مرت عمي، وما حشمت امي ما قالت لبنتي راه كبرات ما والو. صافي وانا نقول لها انا بسلام عليكم غندخل نتكا، نط وخليتهم. ما رضيتش، ما بقيتش كنرضى، خصوصا وليت كنقول يا ربي دوز هاد العطله بخير، يا ربي دوز هاد الايام ديال العطله ونمشي بحالاتي. صافي ولات هذيك الدار كتجيني حبس، كون ما كانش بنت عمي كتهود وكانوا عارفين العطله وقتاش نقدر ما نهبطش. دازوا الايام، دوزنا ديك الايام ديال العطله حتى تقريبا بقات شي يومين بديت تعيط لينا غيتا، عيطات ليا وما باقين ما عارفينيش راه دايره نمره. عيطت ليا في الليل، صيفطت ليا في الواتساب، ملي ما جاوبتهاش وهي تعيط ليا تقول لي بغيت نجي عندكم. ناري عرفتي كي حسيت، قلت لها اش غنقول لك، قلت لها تقدي تصبري لدارنا، انا راه دارنا ما غاديش يبغيو، لان انا عارفاهم، ما قديتش نقولها لا هي كنقولها في خاطري، دارنا ما غاديش يبغيو هادشي عندي. وقلت لها ان شاء الله امتى غتجي، قالت لي نجي ندوز معاكم هاد اليومين ومن بعد نمشي نجيو مجموعين. بقيت كندور في راسي، قالت لي الا كنت غنحرج ندير لك شي مشكل ولا شي حاجه بلاش، قالت لي غير قنط وبغيت نجي. قلت لها خلي حتى الغدا ونرد عليك. وفعلا لغد لين من فقت طلعت كنجري عند مرت عمي وعند شيماء، لان شيماء وليت كنهضر انا وياها عادي، وانا نقول لها شيماء غير بغات تجي عندنا. قالت لي يا لطيف اش غتجي دير عندنا تاني، وتقول لها امها حشومه. قالت لي واش البنت اللي معاكم، لان كان فاش كانت كتهضر معنا في التليفون ديما كتهضر معها حتى هي وكتعطيها صوابها وهذه. ومرت عمي من واحد النوع كتقول لك انا ما كنحكمش على بنادم من لبسه ولا من المظهر ديالو، كنشوف الجوهر ديالو، كنشوف تعامله، كنحس به في قلبه كيفاش الانسان ملي كيكون قلبه بيض وكيكون قلبه زوين كتبان ليه في وجهه. صافي قالت لها لا حشومه بغات تجي مرحبا بها. وانا نقول لها خالتي انا امي الا شافتها راه ما غتكحل بالعمى والدريه باغا تجي عندي. قالت لي تجي عندنا حنا ومرحبا بها، حنا ما غنحكموش بنات الناس، نحكموا غير بناتنا ونطلبوا السلامه لينا لبناتنا والبنيات المسلمين. صافي هوت انا غنحل الباب امي شافتني داخله، قالت لي فين كنتي يا بطل حرام. قلت لها والو راه طلعتها عند شيماء. قالت لي شيماء ومالا هي ما تهبط عندك. امي كانت عارفه راه خويا كيبغيها، امي ما حاملهاش، راه واخا كتنافقها ولكن ما حاملاش خويا ياخذها. تقول ليها لا، تقول لي اخر مره باقا طلعي تما يكونوا ولاد عمك تما ولا شي حاجه. قلت لها امي راه ما كاين حتى واحد. قالت لي المهم انا قلت لك ودوزي وجدي الفطور. قلت الحمد لله بعدا ما ضربتني ما والو، دخلت نوجد الفطور، مشيت كتبت الميساج لغيتها وقلت لها اجي مرحبا بك ركبي واجي مرحبا بك. قالت لي صيفطي لي لوكال ديال داركم باش ملي نمشي الطاكسي نجي نيشان. قلت لها صافي، صيفط ليها لوكال. عيطت لمرت عمي ديك الساعه قلت لها راني صيفط لها. قالت لي صافي كوني هانيه قولي لي غير الوقت معاش غتوصل وانا اللي غنهبط نتلقى ليها ونطلعها عندي للدار. حاولت صيفط لغيتها قلت لها هانتي راه غتجلسي عند مامات شيماء. قالت لي ناري شيماء كاع ما غتحملني. قلت لها لا، قلت لها راك عارفه خالتي فاتحه كيفاش دايره التصرف ديالها. قالت لي هذيك الام عندها سبحان الله. قالت لي شوف سبحان الله العظيم، شحال من واحد باغي شي ام حنينه وما كيلقاهاش، وشحال من واحد عنده ام حنينه وما عارفش قيمتها. وقلت لها اختي الله يهديها. قالت لي وشيماء اش قالت؟ قلت لها ما قالت والو صافي ما ديش عليها. قلت لها شيماء ايوا. قالت لي انا راه حيت باغا نجي عندك على قبلك والله. قالت لي وتوحشتك ولفتكم في الدار وهادي. قلت لها صافي اجي مرحبا بك. قلت لها اختي انا كون كانوا دارنا يقبلوا والله تتجلسي معايا. قالت لي ماشي مشكل بحال المهم غنشوفك. قالت لي وقدو يقبلوني داركم مالا. قلت لها وانا نقول لها ناري انت غتجي وتشوفي امي كي دايره.
قالت لي صافي كوني هانيه، او ما بقى والو، العطله تسالي وحنا غادي وترجعي تاني لافاك وترجعي تقراي، معني ما صبري، اعتبري هذيك المده عاديه ودغيا دوزيها باش وما تبقيش هزه في قلبك. قلت لها صافي. وفعلا جات في العشيه، كانت في الدار، استقبلاتها مرت عمي، طلعاتها، فرحات بيها، مسكينه ما خلات ما وجدات، ما كتحتاجش هي شيماء في حتى شي حاجه، ما خلات ما وجدات. وانا كنزرب وجدت الغدا، وجدت كاسكروط، وكنقول لامي غنطلع عند مرت عمي. كتقول لي علاش؟ قلت لها واحد الدريه هذيك اللي ساكنه معانا وجات عند شيماء وبغيت نطلع عندهم. قالت لي وعلاش؟ قالت لي هي ومن جات؟ قلت لها بوحدها. قلت لها بوحدها، وهي تقول لي قلت الدرابي، كاينه شي بنت تسافر بوحدها وجايه عند ناس غراب. قلت لها امي ما فيها حتى شي حاجه. قالت لي اسكتي اسكتي، هادي باينه من العربون جايه بوحدها، ايوا تسناي غنطلع انا وياك ونشوف هاد الدريه كي دايره، حيت امي ما عمرها ما شافتها. امي عارفه راه التليفون اللي عاطياني شيماء ما دايره فيه انا لا واتساب لا والو، غير المكالمه، ما كعارفينيش دايره الواتساب. وانا نقول لها في خاطري يا امي هذيك الدريه اللي كتهضري عليها هزاني من كل شيء، حتى من المسائل الشخصيه كتشريهم ملي كتشريهم من راسها كتجيبهم ليا، هادشي في خاطري، وانتي اللي امي ما كتحني فيا. قلت لها انت امي انا صايبت واحد كيكه غنطلعوها معانا. قالت لي كيكه خليها لخوتك. امي سقرامه يا اختي، ماشي غير سقرامه، من واحد النوع تبغي تاكل عند الناس وما تبغيش هي الناس ياكلوا عندها. قلت لها لا راه صايبت جوجات. ايوا قالت لي الدار بركه مسعوده تدخلي ليها، سيزي نتيايا، راه كنقولها منحوسه الله يسر. صرتها صافي، قلت خليها مولاها نسمع وندير راسي ما سمعتش. يلا هزيها قالت لي ويلا نطلعوا. فعلا هزيناها طلعنا. عرفتي ملي شفت غيتا والله العظيم الا بحال اللي شفت اختي، عنقتها وفعلا توحشتها. امي ملي جلسات سلمات على امي، وملي جلسات امي وهي كتميق فيها وتشوف فيها وكتقول لها وتسولها شي اسئله، كتقول لها وجيتي بوحدك، امك وباك خلاوك عارفينك فين جايه وعارفينك. وغيتا كتجاوب على قد السؤال، وانتي كتقراي مع البنات وانتي كدير؟ قالت لها لا انا راه كنقرا في رمليه، حيت عرفات انا قالت لها نقرا التمر وراني كندير ستاج. امك وباك مخلينك ساكنه بوحدك وما كيجيوش. صافي شويه وهي فاتحه مرت عمي وهي تقلب الهضره. قالت لها ويلي الكامله، حنا مالنا، الناس كل واحد حر في راسو. قالت لنا نوضوا جلسوا في بيت شيماء نتومايا. نضت انا وياها وشيماء دخلنا. شيماء بانت ليا بحال اللي بدات كتعاملها زوين، بدات كتهضر هي وياها عادي. وكان امي بقات هي ومرت عمي برا، وتقول لها خرجه اللي خرجت انايا غادي نسخر عليهم، زعما لان شيماء ما غاتنوش تسخر باش ندخل اتاي، حيت عيطات ليا مرت عمي قالت لي كيدخلي لكم اتاي وهذا الشيء والقهوه وهذا، وجلسوا بعد بوحدكم راكم موحشين بعضياتكم. كنسمع امي كتقول لها وباز لك يا خويتي وباز لك، مدخله الدريه وعندك الدري في الدار وما خفتي. قالت لها مرت عمي اتقي الله الكامله، راه عندنا بنياتنا. قالت لها شوفي غير اللباس اللي لابسه والماكياج اللي دايره، هو حتى يطلع على راجلك ويشوفها وتشوف اش يديرلك. قالت لها ما الراجل شغله بنته، الدريه جايه عندنا غتاخد صوابها، جايه الضيف، راه اكرام الضيف واجب، تاخد صوابها وتجلس مع البنات وتتمشي بحالها. قالت لها لا لا اختي انا ما تهودش عندي لداري، عندي ولادي. بقيت انا عرفتي حسيت بحال ما عرفت امي سطحيه لواحد الدرجه ما كتصورش. صافي دخلت انا قهوه، جلسنا كنهضروا هضره بجبده هضره، وبقينا موانسين شويه. عيطت لي امي نوضي يلا تهبطي. هبطت. قالت لي كتخرجي معاها ملي كتكوني في كتقرا؟ قلت لها لا. وقالت لي نسمعك خرجتي معاها نصيفط لك خوك يقرض لك رجليك وهذيك القرايه تحرميها. قلت لها لا امي ما كنخرج معاها ما والو. قالت لي شوفيها لبسها كي داير، هذه واقيلا ما عندها والدين. يا ربي السلامه، قلت هادي ما عرفتش راه امها وباها مطلقين، كون عرفتهم كون راه دارت الويل. صافي دازو ديك الايام، حدي شفت تقريبا غير مسكينه شفتها شي جوج مرات كنهضروا انا وياها في الواتساب، وهي تقول لي مسخوطه هضرات معايا. انا فاش هبطت
وهي تقول لي شتي مو كتجي معها شيماء بنتها، ناري واقيلا تبادلتي تي وياها، كنتو قد قد كون واقيلا تبادلتي تي وشيماء، انت راه بنت فاتحه وشيماء بنت الكابله. بقيت كنضحك. وفعلا انا ديما كنقول راه شيماء واخده الطبع ديال امي، خضره في هضرتها، ما تعرفش تهضر بلوزه، سطحيه تافهه بهذا المفهوم. واخا امي وهذيك راه بنت عمي. دازو صافي نهار اللي غادي نمشيو نرجعو فين كنقراو، دانا محمد خويا. محمد ملي كيشوف شيماء كتولي الضحكه من عينيه كتبان، ما داش فضي تحدو قال السلام عليكم، ما هزش فيها عينو. وهو فيه طبيعه زوينه هذه في خويا محمد، زعما واخا قبيح وخايب ولكن ما كيهش عينو في الناس، خصوصا الا كانت مراه ولا بنت ولا شي حاجه ما كيهش عينو. صافي جينا غادي نركبو، وهي تجي شيماء قالت لي انا غنركب القدام. قلت بخاطري انا مشوقه فيه، انا راه اصلا واخا كنكون انا ويا بوحدنا كنركب اللور. وهو فرح ملي قالتها، وهي راه دارتها غير بالعاني باش زعما ما عرفتش شنو الغرض من داكشي، لان هي قالت لي نيشان ما كنحملش خوك، شنو الغرض ديالها الله اعلم. تمينا غاديين وغادا وكتصور وجابت التليفون وكتصور. قال لها تليفونك زوين، قالت لي راه صيفطوا لي وليد. وقال لها بصحتك، قال لها وفي خبارك ما ديش نمرتك. قالت له واخا دابا نعطيها لك، عطاتو النمره وانا غير كنشوف فيها وغيتها كتنغزني كتقول لي اختي وهاقيلا لا بصح قلت لها ويلي راه قالت لي ما كتحملو ما كتقبلو. قالت لي وما نعرف، قالت لي هادي راه كلشي توقعيه منا. وانا نقول لها اسكتي دابا يسمعونا وما غاديين مع طارقه الموسيقى وغادا كتهضر. كنت انا طارقه الموسيقى كون راه هرس عليا داك التليفون. صافي وصلنا، تقدى لينا، وصلنا كنا غاديين، فاش كنا غاديين في وسط الطريق هو جاب ليها ما نقولش لكم، ودزنا حنا في وجهها. جاب ليها هي وجاب ميكاليه، قال لي كولي انت وصاحبتكم، حيت هو ما هش فيها عينو. صافي وصلنا، طلعنا حنايا انا وغيتا كنطلعوا في داكشي، وهي بقات واقفه كتهضر هي وياه، وكنحس به ناشط وفرحان ويقول لي امال خاصك شي حاجه. اول مره محمد خويا في حياتي كيسولني امال واش خاصك شي حاجه. قلت له لا خويا، وانا نشوف وجبد شي فلوس ومدها ليا، وجبد الفلوس ومدها لشيماء. قلت له لا لا خويا ما بغيتش. قال لي صافي شدي اللي خصاتكم شي حاجه باش تاخذوا وشيماء شداتها من عنده. بقى لي العجب منين طلعتنا وهي تقول لي شتي هو انت في طريقي خديتي الفلوس، حسبي شحال عطاك. ملي كنحسب كنلقى عطاني 1000 درهم. عرفتي معجزه من عند الله باش عطاني 1000 درهم. وهي قالت لي وبدات كتحسب، وبان لي بان اللي عطاه هي راه اكثر من اللي عطاني، ولكن انا الحمد لله انا كنت كنحلم بهاد 1000 درهم. وهي تقول لي شتي باش تعرفيني انا علاش قاده. وهي تبدا تضحك غيتها، وهي تقول لها بركاتك يا اختي، غا وقفتي معاه وضحكتي معاه عطاكم هاد الفلوس كامله. ايوا قالت لها اختي الناس اللي كيعرفوا بالقيمه ديال اللي واقف معاهم. صافي عرفتي فرحت، ولات شيماء كتهزني بها وكتحطني بها، كتقول لي بسبابي باش خديتي ديك الفلوس، وراه الا جيتي القانون خاصك تقسميها معايا. انا نني على نيتي قلت لها هاك يا اختي الا بغيتي هاكيها. تقول لي لا حمقى كنضحك معاك، غير شديها بصحتك الا بغيتي نعطيك. شيماء ولا واقع ليا فيها العجب. قلت لها وي قلتي لي ديك النهار ما كتبغيش. ايوا قالت لي ليه ظروفه ليه وقته، ما ديتهاش في هضرتها. دازوا الايام، بدينا قرايه تاني، ولات شيماء كتقول لي داكشي اللي كتبتيه تشرحيه ليا باش ماما المره الجايه ما تبقاش تغوت عليا. قلت لها صافي ان شاء الله، وليت كنشرح ليها واخا هي ما كتدخلش قليل فكتدخل. حتى لواحد النهار جات عندي وهي تقول لي امال بغيت نقول لك واحد الحاجه. قلت لها شنو؟ قالت لي بغيت نعاود لك واحد السر ولكن راه ما تعاوديه حتى شي واحد. قالت لي سرك في بير اختي، علاش نعاود انا شلون من هذا الواحد اللي نعاود؟ قالت لي هو المهم. قالت لي راني تعرفت على واحد السيد وراه
معانا في لافاك، غير هو راه هاد العام الاخر ديالو والله يعمرها دار وكيبغيني وعشيرها بوكوس. بقيت كنشوف فيها، قلت لها نحلي الشيطان، واش حنا جايين نقراو ولا جايين تتعرفي على السيد وزيدون؟ هادشي اللي كديريه شيماء راه ما غاديش يسلكك. قالت لي اسكتي اسكتي، انا كنعاود لك صاحبتي وانتي باغا تقمعيني، خليني نعيش الحياة. قلت لي عرفتي كي داير، راه كلشي البنات كيحماقوا عليه وجا لعندي انا. قلت لها اختي دبر راسك. قالت لي هانتي انا غدا غادي نخرج، ولا عيطات لك ماما ولا شي حاجه انا غنطفي تليفوني من نكون خارجه، لا عيطات لك ماما ما تقولي لها حتى شي حاجه. بقيت كنشوف فيها، قلت لها اختي وانا اش غنقول ليها؟ قالت لي تعيط لك ولا شي حاجه ما تجاوبيهاش انتي كاع، ولا طفي تليفونك باش ما يعيط لك حد. قلت لها اصلا انا ما كيعيط ليا حتى واحد، وحتى واحد ما عارف راه عندي الواتساب، يعني راه ما غيعيط ما. قالت لي لا، راه الا ما جاوبتش ماما في الواتساب راه تقدر تعيط لك مكالمه. قلت لها صافي اختي دبر راسك نتحملي مسؤوليتك. قالت لي وانا غادي نشوفك وغنجربك، واش غتكوني على قد الكلمه ولا غتفضحيني؟ قلت لها اختي ما نفضحك ما تفضحيني، داك الشغل بعيد عليا ماشي سوقي، انا نصحتك بعدي على داك الطريق. قالت لي سيري سيري اش كتعرفي انت كبرتي معقده كتحبي بنادم كلشي معقد، شفتها غترجع تاني تبدا تعايرني وهذا. قلت لها اختي دبر راسك، وقالت لي انا نعول عليك. قلت لها صافي ماشي، انا اصلا غنطفي تليفوني انا ماشي شغلي. صافي مشينا تكينا، جات غيتا في العشيه دخلت عندي بقينا كنهضروا، ما جبتش معها الهضره لان خفت نقولها لها وتمشي شيماء تاني تسمعني وتقول لي كتعاودي صرايري. صافي سكت. دازو جا مشات لغد لي هذيك لغدلين، خرجات بصح من الصباح. مني خرجت في الصباح ما جات حتى لشي 9 ديال الليل. عرفتي تخلعت. غيتا كانت ديك الساعه جات بكري، ما كانش عندها خدمه وقيله بزاف ولا ما نعرف. كتقول لي مالكي؟ كنقول لها اختي ما عرفتش شيماء مني خرجت الصباح وبقى ما جات. قالت لي ويلي فين مشات؟ ياك كنتو في لافاك؟ قلت لها ما مشاتش لافاك. يلا انا كنهضر انا وغيتا حتى كنسمعوها حلات الباب ودخلات فايته تسعود. ولا نقول لها الله يا صاحبتي مالك على هاد التعطيله وخلعتيني؟ قالت لي شحال فيك اش من تعطيله؟ قالت لي راه باقي الحال خرجت تشوفي الزنقه كي دايره. قلت لها لا واه صاحبتي لا واه، ماشي حتى 9 فايته 9 ديال الليل عاد انت جايه داخله، والصبا من الصباح ماماك شحال صونات في الاخر طفيت التليفون. قالت لي ويك قلت لك طفيه من الصباح؟ قلت لها ما طفيتوش نسيتو. قالت لي شتي عرفتك باغا تشري لي الصداع وباغا تشري لي المشاكل. قلت لها راه ما جاوبتهاش. قالت لي لا ديك الساعه ما تشعليش، وبدات كتغوت. وانا عارفه كنتي مسمومه وكتغيري مني حيت ما كيبغيك حتى شي واحد وانا كلشي كيبغيني، واللي شافني كيحماق عليا وانتي فيك الغيره ومعقده. وبدات غير فمها وما قال. وغيتا كتقول انا علاش الشيطان؟ كتقول دخلي سق راسك انت عارفه على التركه. وبقات عليها بالهضره خايبه. انت براسك. قالت لها تحبني ما عارفاكش اش كديري. وهي تنوض لها غيتا كانت غضربها. قالت لها هذيك بنت عمك انا ماشي شغلي، حيت هي ما كتدافعش على راسها، انا راه تزيدي معايا كلمه وحده نهرس لك راسك مع الحيط. وبغاو يتضاربوا. وبقيت كنغوت انا في الاخر، بديت كنغوت. قلت لها غير تعافاك الله يعطيك السر صافي سيري لبيتك. وقلت لها صافي اختي سمحي لي انا كنغير منك سمحي لي. صافي ومشات دخلات رضخات عليا الباب ودخلت لبيتها. وهي ملي سمعتها غيتا وهي تجي عيطات ليا وداتني عند البيت. قالت لي مالكم علاش كتغوت بحال هكا؟ قلت لها راه شنو البارح شنو قالت لي وشنو قالت لي، وانا نسيت الصباح. قلت لها التليفون حتى لقيت مرت عمي مصونيه ملي كنت في لافاك، لقيت مرت عمي ما كندير ليها غير السيلونس في لافاك. ملي لقيت مرت عمي مصونيه عليا وعاد طفيتو. وهي تقول لي غتبداي تدخلي معاها في هاد المشاكل غدير لك شي مصيبه. انا كنقول لك. قلت لها تنتيا وانا قلت لها ما خرجت معاها ما والو. قلت لها قالت لي انا كنقول لك قلت لك راه هذيك المحبه ديالها راه ماشي هي بانت على حقيقتها ورجعت لطبيعتها. قلت لها صافي غيتا انتي شحال كتبقاي مشاده معاها، صافي خليها دبر راسها، راه هي خافت من ماماها. قالت لي كون كانت كتخاف من امك راه دايره لها حساب،
عطيها ربي ام اللي يتمناها اي واحد وهي ما عارفاش بقيمتها. ولكن قالت لي هانتي قد ما قعدت قالت لي غطيح في سمها وغتموت فيه. صافي قلت لها سير اختي تنعسي. مشيت انا نعس، مشيت دخلت نعس وبقيت كنفكر في ديك الهضره اللي عايرتني بيها. وليت كنقول بصح انا حتى واحد ما كيبغيني، دارنا ما كيبغيونيش، عاد غيبغيني البراني. نعست دموعي على خدي. صافي دازت تقريبا شي من موراها شي 4 ايام ما كتهضرش معايا شيماء نهائيا. من بعد عرفت بان راه امها عيطات ليها وبقات كتعاير فيها وقالت لها حكا وراه التليفون تقطع ليا الشارج وما كانش عندي داير. قالت لها امل صونيت عليها، قالت لها ما نعرف. امل ولات شاده معايا الضد وشاده معايا الزكير وما كتحملنيش حيت كنقول لها شرحي ليا. شوف فين ولات الهضره، ما بقاتش كتحملني وانا وتصاحبت غا مع ديك غيتا. شوف اش قالت لامها الهضره علينا. انا كنت في المراح وسمعتها كتهضر مع امها، هي في البيت وسمعتها وبقيت ساقله كنتصنت ليها. ما بقيتش باغا نتصنت ولكن من شتا جبداتني. امها كتقول ليها حيت طالقه بارلور، امها كتقول لها نعلي الشيطانيه هاد البنت امال غتشد معاك الضد. واش انتي حمقى ولا انا ما عارفاش امال راني مربياها بيدي. انت قالت لها انت يا ماما ديما كتبغيها غا هي، ديما كتجي منها، ديما كتقولي لي يا امل درويشه وانا اللي معاشراها وعارفه السم ديالها. هي كتغير مني وتس الصحابات باش الصحابات اللي كنت صاحب معاهم كتمشي تقول لهم راها مسمومه وراها دايره، وهي كتغير مني حيت انتي ماما، وكتغير مني حيت والد خويا مهلي فيا وهي انا عارفه حيت مسمومه حتى واحد ما كيديها فيها. بقات امها كتقول لها يا هاد البنت واصلحي في امك يا هاد البنت ورا الكلمه الطيبه صدقه. صافي في الاخر هي تقول لها سيري سيري بسلامه عليك. صافي دمصات امها على داك النهار اللي ما جاوبتهاش. دازت ما كتهضرنيش، دازت تقريبا اكثر من 15 يوم ما كتهضرني، ما كتكمل ما كتكلمني لا انا لا غيتا. حتى لواحد النهار وما بقاتش هي كتمشي ولات كتمشي لافاك تدخل ما كتخرجش، ما كتخرجش زعما من كتمشي لافاك تحضر معنا في الدروس تجي ما كتقول لي لا شرحي لي لا والو. حتى لواحد النهار وهي تجي تدخل عندي وبدات كتبكي. مالكي؟ سمحي لي يا امان والله الا سمحي لي ما كنعرفش راسي مالي والله، ودغيا كنتقلب وما عرفتش راسي مالي وكنت معصبه. قلت لها صافي انا ولفت فيها هذيك كنقول صافي راه ما عندهاش العقل. بقات كتعنق فيا وتبكي وكتقول لي والله حتى راكي عزيزه عليا وانتي كتحرشك غيتا وهادي. قلت لها ما كتحرشني بوغيتا انتي ملي وقالت لي انتي عارفه ملي كتجيني الحاله راه كنتعصب وكنبدا نغوت وغب وحدي، وانا داك النهار خفت من ماما وانايا وبدات عليا بشي هضره. صافي دغيا ضمصتني. قلت لها صافي عنقتها، قلت لها صافي متبقايش تبكي. وهي تقول لي شوفي والله امل اختي لا فكرت في هضرتك ولقيت هضرتك على الصح والله العظيم، وانا فكرت وعاودت وداك النهار والله اختي ما مشيتش بلاصه، راه خرجت معها غا واحد الساعتين ومن بعد انا مشيت واحد الجرده وبقيت جالسه ومشى عليا الوقت بقيت كنفكر في هضرتك هذاك الشيء باش قلت. قلت لها صافي داك النهار داز اختي واش غنقول لك انا، راكي دابا بعقلك يعني انت عارفه اكثر مني وانت غتعرفي اللي تسلك. قالت لي لا وانت اللي بعقلك وانت اللي رزينه وانت اللي غتردي لي عقلي، وهذيك الهضره اللي قلتي لي راه اثرت فيا وانا دابا اختي راه غندير بريك صافي ما عندي ما ندير حتى شي واحد. صافي ننتبه لقرايتي ونولي نقرا ونولي ندخل في الوقت وما غنبقاش نخرج ونلتزم. قلت لها بالفرحات عليا بالعكس هادي هي شيماء اللي بغيت انايا. قالت لي صافي كان وحدك من اليوم غتولي تشوفي شيماء اللي بغيتي انت واللي قلتيها ليا نديرها. قلت لها صافي حتى دابا انت اختي وانت هادي وانا مسامحك ماشي مشكل. قالت لي بصح سمحتي لي؟ قلت لها سامحتك. هي تقول لي صافي انت غتشوفيني. فعلا داز تقريبا شي 10 ايام هكاك ولات الدريه منضبطه وكتنوض في الصباح وتعاوننا في الشغل. شحال هادي ما كانت كتعاوننا لا في الشغل لا والو، الفطور ما كتوجدوش منضبطه وتمشي معايا وتجي وتقول لي ها انت شرحي لي هادي ولا ما فهمت شي حاجه ولا دغيا وكتكتب وكتعيط لامها.
شحال من خطره كاميرا وكتبين لنا، راني كتقول لها ها انت ماما راه جالسه انا وامال احنا كنحفظوا. امها مسكينه كتفرح وكتقول لها الله يرضي عليك بنيتي وديري عقلك، واللي قالتها لك اختك ديريها. كتقول لها انا كنسمع لها هضرتها وها انت هي تشهد. كتقول لي وكتجلس عليا قولي لها امال اختي قولي لها. كنقول لها خالتي والله لا لا، عرفتي راه شيماء راه تبدلات 180 درجه. نقول لها راه ولات تفيق بوحدها، ولات حيت هي راه شحال هادي ما كنتش لما فيقتهاش ما تفيقش، لان من الفم كتفيقها وتنوض تلقى ما الفطور موجود وتلقى موجده ليها كلشي. قلت لها كنقول لها راه كتعاوننا. كتقول لي واش بصح بنيتي واش هادي شيماء بنتي ولا كتكذبي عليا؟ كنقول لها والله خالتي لا بصح. صافي دازت ايام وهي هكاك، حتى لواحد النهار وهي تجي عندي تاني وهي تقول لي امال اختي بغيت نطلبك واحد الطليبه وما ترديش ليا في وجهي عافاك. قلت لها ياك والو باس اش من طليبه الا كانت في استطاعتي علاش؟ قالت لي في استطاعتك. قالت لي راه عيط ليا فلان وقال لي نتلاقاو وانا ما لقيت ما نقول ليه. قلت لها وي قلتي صافي غتسالي معاه؟ قالت لي لا راه ما كانش، راه كانت عنده شي شغال وداكشي وما كانش كيجي لافاك وما بقيتش انا عيطت ليه. راه قلت لك ما بقيتش عيط ليه وباش غنقول ليه صافي سالينا ما قلتهاش ليه. ودابا ملي قال لي نتلاقاو راه قلت لك بغيت نمشي نتلاقى انا وياه ونقولها ليه نيشان عافاك امال يلاه معايا. قلت لها فين غنمشي معاك؟ قالت لي يلاه معايا، نخاف نبدا نبكي ولا شي حاجه وانا راه بصح راه كنت كنبغيه والله حتى كنبغيه. بقيت غير كنشوف فيها قلت لها شيماء فين غنمشي معاك ونحي الشيطان؟ قالت لي عافاك ها واحد القهوه غنتلاقاو بيها. قال لي نتلاقاو تما ونتلاقاو بيها الله يعطيك الصر عافاك. وبقات كتعنق في يوتيوب. قلت لها شيماء انا ما نقدرش نخرج. قالت لي عافاك شكون غيسق لنا الخبر ما نفوتوش ساعه تاع المكانه. بقات كتطلب فيا ما عرفتش كيفاش درت. قلت لها صافي واخا، قلت لها صافي هنا غتسالي معاه. قالت لي وفعلا بديك العشيه ناضت قالت لي ويلا نخرجوا نقادو حالتنا. قلت لها علاش غنقادو حالتنا؟ قالت لي لا ما نبغيتش نمشي مبهدله. قلت شوفي هو انت غتشوفي كي دايره راه كتعرفي راه كيعرفك هو. قلت لها فين كيعرفني؟ قلت لها راه كيشوفك معايا شحال من خطره كنشافك معايا في لافاك وتا هو راه كيقرا في لافاك. بقيت غير كنشوف. قلت لها اختي ما عرفتش. قلت لها انت غادا تفاري معاه ولا غادا تمشي مقاده؟ قالت لي لا انا كنتي عارفاني ما كنبغيش نبان نطيح بقيمتي وانا ديما خصني نبان مقاده وستيل وكلاس طبخات ليا مخي. قلت لها صافي واخ. وقالت لي ويلاه معايا الصالون. مشينا. قالت لي زيدي قادي تنتيا ديري السوان لوجهك وحيدي. وانا لانني كنت كيعجبني راسي ملي كندير السوان ولا ما كيديوني لا هي لا غيتا كندير السوان كيعجبني كتبان هذاك اللمعه في وجهي وهذا كان كيعجبني الحال. قلت علاش لا هي مخلصه ما قالت انا ندير حتى انا. وفعلا جلست صوبت السوان قاديت راسي صوبت ليا البنت يديا رجليا عجبني الحال. ملي بغيت نخلص قالت لي لا انا اللي جايبك على حسابي جيتي معايا صافي. فعلا خرجنا جينا للدار لقينا غيتا جات شافتنا وتقولنا هاي الناس كي دايرين محلقين على الحاله. هي تقول لهم مالنا كي جيناك. ولات كتهضر مع غيتا عادي يعني الدريه بينات راسها راها تقادات يعني ولات لطيفه ومصوابه وفيها الاداب. قالت لها ايوا كنا غنديوك معنا ولكن انتي ما كنتيش. خرجت انا وامال راه دزنا للصالون وقالت لها مزيان بحال هكاك تهلاي فيها مسكينه. تشوف في واحد الشوفه قالت لها نتهلا فيها. راه انا شحال عندي من امال بنت عمي كلكم يا اختي عزيزه عليكم. ماما تقول لي تهلاي فيها انتي تقولي لي تهلاي فيها. ايوا واش غنقول لك؟ ايوا انا غنتهلا فيها وانتي غتشوفي. غيتا بقات كتشوف فيها. صافي دخلنا قالت لها غيتا قالت لنا وجدتو شي عشاء؟ قالت لها وحنا كنا في الصالون اختي ما وجدنا بو عشاء. وهي تقول لنا ويلا نخرجوا نتعشاو على برا انا اليوم عارضه عليكم نخرجوا ناكلوا شي طاكوس برا. عجبني الحال عزيز عليا طاكوس ما عرفت حيت
ملي كنت في دارنا ما عمرني ما كليتو، ملي جيت هنا ولات عزيزة عليا ماكلة الزنقة. خرجنا كلينا خلصات غيتا مسكينة، رجعنا للدار الصباح فاقت لاله شيماء مشات جابت الفطور. غيتا كتمشي بكري لان فين كتقرا هي بعيد عليها الحال وكتمشي بكري. صافي فاقت شيماء كيف قلت لكم، دارت الفطور جات كتدق عليا، الدريه فايقه على بونبور مالها، وهي تقول لي نوضي صاحبتي راني وجدت الفطور يلا نوجدو روسنا. قلت لها شيماء علاش نوجدو روسنا، مشى من بالي انا. قالت لي ياك دايره انايا اليوم مع ايوب غنمشيو، حيت هذاك الدري سميتو ايوب. قلت لها نسيت والله الا. قلت لها عرفتي غديري كون عيطتي ليها في التليفون اختي واعتذرتي ولا سيري نتي لراسك اختي راه ما قاداش نمشي. وهي تبدا تبكي، قالت لي ياكي كتخوي بيا وانا مديتك معايا البارح وعلى اساس باش غنمشي وكتخوي بيا وماشي حشومه عليك. قلت لها صافي صافي بلا ما تبداي تبكي يلا غنمشي معاك. وهي تقول لي شوفي راه كنا غنمشيو غير كافي راه عرض علينا الغدا. قلت لها ويلي لا الغدا. قالت لي عافاك اخر مره غنمشيو نتغداو، عرفتي راه كيديك لشي بلايص واعرين اخر مره وبحال زعما اخر مره غنمشي لديك البلايص. صافي قنعتني، خرجنا فطرنا شويه حتى جيبه ليا واحد البوشيطه. قالت لي هذه اللي هي اللي غتلبسي. قلت لها شنو هذه؟ قالت لي راك كسوه شريتها ليك وكنت دايرها لك مفاجاه. عجبني الحال لانها تفكراتني، وعجبني الحال خلاص منين شفتها، منين شفت الكسوه كي دايره ولبستها جات مواتياني وعجبني راسي فيها. قالت لي ودابا عاد بنتي، عاد بنتي امال وبنتي بنت. حسيت بها حشات فيا الهضره، لان انا بصح ما مالفاش كنلبس بحال هكاك ولبسي عادي وبسيط بزاف، ولكن قلت هي راه عارفه انا هضرتها كيفاش دايره. صافي قالت لي نمشي تمشي بها. قلت لها ناري اختي ما قديتش نخرج بها لان كانت لبسه في شكل ماشي بحال الشكل اللي مولفه كنلبس. قالت لي لا هي اللي غتمشي بها، مالك يا صاحبتي وبدلي ما انت بدلي الستيل ديالك ودابا ما غيشوفك حد. قلت صافي وانا نضرب دورتها في راسي. قلت صافي مادام خارجين هاد العشيه نخرج بيها ماشي مشكل. صافي دغيا ناضت هي غسلت الماعن وحطاتهم في الكوزينه، دغيا لبسات ودغيا قالت لي يلا خرجي يلا نخرجوا. خرجنا شدينا طاكسي مشينا، كنلقاو السيد كيتسنى، شافنا بدا كيضحك، سلمت عليه، شفت انا سلمت عليه من وجهه بقيت غير كنشوف فيها. جلست انا ما سلمتش، وهي تقول ليه راه ما كتسلمش حيت انا بصح ما كنسلمش. صافي جلسنا بقاو كيهضروا شويه وهي تقول لي انا غنوض نمشي للطواليت. هي مشات والسيد بدا كيعبر، بدا يهضر كيقول لي واخيرا تكرمتي علينا لاله امال، واخيرا وانا شحال وكنتسنى انا هاد الساعه. وبقيت كنشوف فيه هذاش كيخربق، قلت واقيلا مريض في عقلو هذا. واخيرا وبدا عليا بشي هضره وانا عرفتي ما كنجاوبو ما والو، غير كنشوف. كيقول لي واش جاوبي معايا هضري، وانا غير كنشوف فيه. شويه بانت لي شيماء تعطلات او بزاف على الطواليط، دازت تقريبا اكثر من ربع ساعه. النوضه اللي جيت غنوض ويشد ليا في يدي، قال لي جلسي. خنزرت فيه قلت لي ما تشدنيش. قال لي لا غا جلسي بغيت غندوي معاك. صافي هو يقول لي هانا صافي سمحي لي جلسي. قلت لي لا غنمشي نشوف شيماء. قال لي دابا تجي مالا فين غتمشي جلسي. رجعت جلست، بقى كيهضر وكنقول له خويا ما تبقاش تقول لي هاد الهضره، انا جايه مع شيماء. وقال لي عرفتك جايه مع شيماء، لا شيماء ما قالت لك والو. قلت له شنو غتقول لي شيماء؟ قال لي انا اللي وصيتها وانا من شحال هادي وانا حاطه عليك العين ومتبعاك وما شاء الله مؤدبه وبعقلك ورزينه وما عندكش مع الدخول والخروج. وانا شيماء منين هضرت معاها قالت لي صافي انا غنقولها ليها وراه غتجي وتفاهم نتا وياها، وانا راني ناوي المعقول وربي اللي عالم. عرفتي باش حسيت بسطل ديال الماء تكب عليا، كيفاش شيماء هادشي كامل وما قالتوش ليا. بقيت غير مصدومه وكنشوف فيه
وكيقول لي وهضري. م- ما لقيت ما نقول، وانا بقيت غير كنشوف فيه. ما حسيتش براسي، حتى كنحس براسي تهزيت انا والكرسي اللي جالسه فيه. ما عرفتش شنو وقع ليا، حتى كنلقى راسي في الطبيب. شنو غادي يكون وقع؟ تابعوني.